السلام عليكم حبايب قلبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ بتمنى تكونوا بالف صحة وخير دائما يا رب. اليوم رح اعملكم البوظة العربي طريقة كتير ظريفة ورح تعجبكم. ومشان المشكلة الرول، في عالم ما عم يلف معاها رول، عم تواجه صعوبة كتير، فرح اشرح لكم طريقة كتير مبسطة بحيث انكم تعملوها بقوالب صغيرة، واذا ما كان متوفر عندكم قوالب فالحل ان شاء الله عندي. بهي الوصفة أنا كبرت الكمية شوي، يعني عملت عيارين. تمام، حطيت كيلين حليب. رح أحط لكم بصندوق الوصف أنا العيار الواحد للكمية العادية. هلا بيلزمنا كيلو حليب، وبدنا السكر، وعنا إضافة المستكة ظرف واحد، وعنا السحلب بدون نكهات. السحلب كتير العالم بتسألني شو الكرتونة تبعه، هي الكرتونة تمام تيجي بدون نكهات. وعنا الماسكربونة كمان بيسألوني شو هي الماسكربونة، هي عبارة عن قشطة إيطالية. إضافة كمان بدني كريمة خفق. تمام. وعندي القريشة موجودة على قناتي شلون تعملوها. وبدنا فستق. الفستق فينكم تكتروا وتقللوا مثل ما بدكم. أول شي بدنا نحط كمية الحليب بقلب طنجرة، وبدنا نضيف السكر كله على البارد، أنا لسه مالي مشغل النار. وبدنا نضيف المستكة. تمام. وعندي السحلب الغير المنكه، انتبهوا، بدنا نضيفهم كلياتهم على البارد، وبدنا نحركهم مزبوط مزبوط مزبوط. بعدين بنشغل النار تحتهم بعد ما نحركهم لحتى يصيروا عنا بهذا الشكل. وهلا بدنا نضيف الكريمة. تمام، الكريمة ضفت انا اول علبة، وبقايا العلب فضيتهم بقلب زبدية كبيرة، وبدنا ننزل شوي شوي ونحن عم نحرك. تمام، شوي شوي مثل ما هيك عم نضيفهم انا، وبدنا نضل عم نحرك لنخلص الكمية كلياتها. نستمر بالتحريك لحتى يغلي الحليب عنا ويصير القوام عنا تقيل مزبوط بهذا الشكل. بنطفي تحتهم بنحطهم على جنب لحتى يبردوا. هلا بنجي بدنا نحضر القشطة. عندي القريشة، وبدي اضيف الماسكربونة. تمام. انا عم بعمل عيارين، بالنسبة للعيار واحد حاطط لكم انا المكونات كلياتها. وعندي الحليب المكثف. تمام. بدي نص علبة تقريبا هون. طبعا هي للعيارين، انتو كمان اذا بتحبوها حلوة كتير فينكم تكتروا. وبدنا نقلبهم مع بعضهم مزبوط ونخلطهم كلياتهم ويصيروا بهذا الشكل الطري. هلا بعد ما برد الحليب عندي، بدنا نحركه شوي لان بيكون في قشطة على الوش. فضيتهم انا لوعاء اكبر لحتى احسن ضيف المكونات الثانية. عندي الفستق، بدنا يكون في فستق مطحون بالبداية، وبدنا ننزل كمية القشطة اللي حضرناها. هلا انا هون عم ضيف على البارد، على السخن ما بيصير ضيف لا ماسكربونة ولا ضيف القشطة ولا اي شيء. بس ليبرد بضيف هي الاضافات كلياتها. تمام. وعندي كمان فستق. فستق هون عندي انا دقه شوي، حطيت لي تقريبا شي كمشتين ثلاثة. وانتو بتحركوا كمان، اذا لاحظتوا لسه بدك كمان شوية فستق ترجعوا وتضيفوا. تحركوهم على ايدكم بخفاقة باي شي، بحيث ان نحن نحركهم كلياتهم مع بعض. حبيت اضيف شوية فستق حب كمان. يعني تقريبا الوصفة اللي عملتها أكلت معي شي كيلو للكيلو ونص فستق. طبعا انتوا فينكم تقللوا أو تكتروا. شايفين كلياتها فستق حتى تطلع عنكم البوظة كتير دسمة وطيبة. هلا في عالم بتعاني كتير من لف البوظة، لبكة وما بيزبط معه، والفريزة صغيرة وهالقصة وكذا. فأنا رح سهل عليكم، أي علبة شيبس برينجز معروفة بتجيبوها وبتحطوا كيس بقلبها. تمام. وبدنا نعبيها كلياتها. ونحن كل ما عم نعبي بدنا ندقها دقتين ثلاثة مشان أي فقاعات موجودة عنا تطلع، وما تتحول هي الفقاعات لثلج. تمام. بنعبيها وبنسكرها بهذا الشكل، صارت عنا جاهزة. هي أول طريقة. الطريقة الثانية، أي قالب كيك، عندي قالب أنا التوست أو الكيك أو أي قالب متوفر عندكم، أهم شيء نحط له كيس مشان نحسن نحن نقلب البوظة بعد ما نطلعها من الفريزر. وبدنا نضيف الكمية كلياتها، وأهم شيء إنه ندقهم. يعني بعد ما نضيف نحن الكمية البوظة ندقها دقتين ثلاثة قوايا لحتى نتخلص من الفقاعات اللي بداخل
البوظة مشان ما تتشكل عنا تلج هيك نحن وعم ناكلها بنلاقي تلج عم يقرط معنا. وهلا بدنا نسكرها بهذا الشكل، نسكرها كمان بسلوفان مزبوط مشان ما يتشكل عنا تلج. في اسهل من هيك ولا اسهل من هيك. هلا الطريقة الثالثة العادية، البوظة الرول يلي بدنا نلفها نحن بايدينا. بدنا نجيب اول شي صينية تكون سماكة سنتيين 3 عنا، وبدنا نحط كيس ونفضي الكمية المتوفرة عنا ونمدها، واهم شي كمان نفرغها من الهواء ونمدها بشكل متساوي. بنرجع نحط لها كيس من فوقها. لما بنحط الكيس نحن من فوق حنلاقي ظهر مثل فقاعات هيك بين الكيس وبين البوظة، فبدنا بعود هيك بدبوس صغير عفوا يكون نظيف، نتخلص من الفقاعات الهواء. تمام. هلا بعد ما سكرتها بدي ارجع الفها كمان بقصدير، ولفهم كلياتهم بقصدير ودخلهم للفريزر تركن ليلة كاملة. تمام. عجبتكم الطريقة ان شاء الله. هلا شوفوا العلبة البرينجز شلون بدنا نفكها. هي ورق، مجرد ما شديتوها لحالها رح تنشال وطلعت عنا البوظة الرول بهذا الشكل الحلو. بس صفى عنا هلا شوية مي هيك بنغسلها من برا إذا كانت ملزقة، أو بنتركها ربع ساعة لحتى تفك عنا. بعدين نحن بنشيل الكيس لحاله بينشال من على البوظة، لأنه أول ما تطلعوها من الفريزر بتكون قاسية كتير. فلحتى تحسنوا أنتوا تلفوها أو تتحكموا فيها أو تقطعوها أو لحتى تغطسوها بالفستق، لازم تتركوها أقل شي نص ساعة لحتى يفك التجميد شوي صغيرة من على البوظة، تحسنوا تتحكموا فيها. تمام. هلا أنا طلعتهم كلياتهم لحط شوية فستق على الصينية وافردهم بهذا الشكل. هلا بعد ما طلعتها من الكيس بدنا نلفها هيك على الفستق ونشد ايدينا شوي مشان يعلق معانا الفستق، ونكبسها هيك من فوق وعلى الجناب مشان كمان يعلق معانا الفستق. شايفين هي هلا صار هي تقريبا نص ساعة برات البراد. طبعا حسب الجو كمان، اذا الجو كان شوب كتير نص ساعة تعتبر كتيرة. تمام. انتو بتبين معكم مجرد ما هي صارت طرية شوي دغري بتقطعوها وبتقدموها، ومباشرة الكمية الزايدة بدخلوها الفريزر مشان ما تدوب عنكم. بنقطعها بهذا الشكل. شايفين شكلها كتير كتير حلو. وبالنسبة للقالب الثاني اللي عملته بهذا الشكل، شايفين كمان طلع معي شكلها كتير حلو. قطعتهم بهذا الشكل وصاروا معي جاهزين. طبعا لسه نحن ما خلصنا، في عنا الرول اللي احنا البوظة شلون احنا بدنا نلفه. بالنسبة للعالم اللي بيحبوا يلفوا البوظة لف ويحشوها من قلبها فستق، هلأ بنجي بدنا نجيب الشوبك. بعد نص ساعة أو 20 دقيقة هيك بنلاقيها طريت شوي. بنبلش نحن نمدها بالشوبك مشان هي بتكون ماخذة سماكة 2 سنتي أو سنتي ونص، فنحن بدنا نرقها لأبعد حد. شايفين هون عندي أنا البوظة دابت كتير، يعني خليتها زيادة برات الفريزر، ف يعني صارت مخاطرة انه تلزق كلياتها ببعضها. فانا حاولت لفها هيك على السريع، هي بتلبك بس لقيتوها دابت بتصير تلبك. فالافضل انتم تطلعوها وتضلوا عم تراقبوها شوي. انا لان حضرت الكمية هدليك ورجعت حضرت الكمية هي، فضلت البوظة الرول اللي هلا عم لفها خارج الفريزر، فمشان هيك دابت عندي شوي. شايفين بنلفها بهذا الشكل، وبدنا نحط طبعا بقلبها فستق كمان، بنرش فستق ومنلفها. ونحن عم نلفها بدنا نشدها ونكبسها هيك شوي على بعضها مشان تمسك وما تفتح عنا. شايفين بهذا الشكل الحلو. ملاحظين انه هيك هي دايبة شوي يعني مرخية، فلازم احط بالفريزر على السريع. هلا لفيت هيك على السريع انا بالفستق وغطستها. حاولت يعني انه ما اطول اكتر.
بدي احط لها الفستق وبدي ارجع لفها ودخلها الفريزر مشان ما تطعم عندي، وبعدين بطلعها وبقطعها وبتصير عندي جاهزة. بشوفوا شو صار معي، لأنه دابت لحمت هيك على بعضها، يعني ما تلافة رول هيك ما ظابط، بس هي ظابطة الطعم يعني 100%. بس إنه صارت المشكلة إنه البوظة رخت كتير عندي وخليتها برات الفريزر. هلأ بقطعها كمان بهذا الشكل وبقدم لكم إياهم، وتفضلوا وصحتين وهنا وعوافي. بوظة شغل أبو راتب، تشتغل معاكم لجميع المناسبات، طريقتها كتير سهلة بالبيت. بس انتو تابعوا الفيديو مزبوط لحتى تعرفوا شلونكم من بدكم تمشوا خطوة بخطوة وتنجح معاكم العيارات 100%. والمكونات رح اضيف لكم اياها كلها حبايب قلبي بصندوق الوصف. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.